السلام عليكم. اليوم جيت نعاود لكم القصه كيفاش جبت 10 في الجهوي بلا ما نحفظ ولا نقرا والو حتى السيمانه الاخرى، ودرت واحد الخطه هي اللي خلاتني نجيب ديك النقطه. اول حاجه قبل ما نبدا نعاود لك القصه ديالي، راه 10 في الجهوي شي حاجه ساهله حيت غير 4 المواد. الا عرفتي شنو خاصك دير في كل ماده فراه غتمشي مزيان وما غاش تخاف من والو، حيت كيف ما قلت لك انا سيمانه قدرت ننجح ب 10.38. هي واخا ماشي شي نقطه اللي زوينه، ولكن المهم ما جبتش تحت المعدل. المهم بلا ما نطول عليكم ندخلوا في القصه. نبداو من الاعوام اللي قبل. انا من نهار دخلت للكوليج حتى للسيزيام ما عمري جبت فوق 10، ديما كننجح ب10 واقفه، ما عمري حليت شي دفتر. وملي دخلت للسيزيام كان عام مختلف عليهم بزاف، حيت تعرفت على شي دراري وليت كنخرج بزاف معاهم، ما بقيتش كنمشي للمدرسه، ما بقيتش كنقرا والو، وبقيت على هذا الحال الدوره الاولى كامله. وبحال كاع الناس ملي وصلت الدوره الثانيه قررت انني نتبدل ونجمع راسي وصافي خاصنا نولي نقرا. ولكن هذيك كانت غير هضره خاويه. فوق ما كنبغي نقرا كيصيفط لي شي واحد شي ميساج ولا كنلقى اي سبب باش ما نقراش. بقيت على هذا الحال تبقى شهر، بدا كيدخل معايا الصهد ديال الجهاوي، وليت خايف لا نجيب شي نقطه خايبه. صافي خديت عاوتاني قرار ديال انني خاصني نجمع راسي، ولكن بحال ديما غير هضره خاويه، بحال شي حاجه كتمنعني انني نقرا. بقات 7 ايام بالضبط للجهاوي، انا ما قاري والو، كي غندير ليها؟ واحد شويه نجلس وسولت راسي اشنو هما الحوايج اللي كيخليوني ما نقراش. لقيت بلي كاين جوج د الحوايج واللي هما التليفون والصحاب. فكرت مع راسي مزيان وقلت دابا انا باقي لي 7 ايام، علاش ما نسمحش فيهم ونركز على راسي شويه وعلى قرايتي. صافي نت في ديك اللحظه شريت كارطه جديده ومحيت كاع مواقع التواصل الاجتماعي، واتساب، تيك توك، انستغرام، ودرت واحد الخطه وعرفت بلي الا خرجت عليها ولا مشيت حتى ما درتهاش غنعول على السقوط هاد العام. وشديت ورقه وستيل وحطيت المواد من الصعب للساهلين. كنت حطيت لي الاجتماعيات هي اصعب وحده، وعرفت بلي مستحيل نحفظها كلها في 7 ايام. كانوا كيقولوا ديك الوقيته ان المقاله غادي تحط في التاريخ، وهذا هو اكبر غلط درت، واللي هو ركزت غير على التاريخ وما ديتهاش كاع في الجغرافيا. اما المواد الاخرين ركزت عليهم مزيان، حيت درت 8 سوايع في النهار ديالي، واللي المجموع ديال السوايع في ديك 7 ايام كان هو 56 ساعه. واكثر ماده ركزت عليها هي التربيه الاسلاميه. في الاول كانت جاتني صعيبه 8 السوايع، وشحال من مره كنفكر نحبس، ولكن فاش كنتفكر بلي هذه هي اخر فرصه ديال النجاح ديالي كنوض وكنكمل. مهم سالات هذيك 7 ايام، ما كنتش حفظت كلشي، ولكن على الاقل ما غاديش براسي خاوي، عارف شي حاجات. دخلت درت ديك الورقه بحال شي حرب، ما خاصنيش نخرج خاسر. والمشكله اخوتي بقوه الستريس كنت غلطت في البرودكسيون ايكريت في اخر 10 دقائق وعاودتو من الاول، وهادشي اللي هبط النقطه ديالي. والصدمه اللي جاتني كبيره هي ان المقاله تحطت في الجغرافيا اللي ما قريتهاش كاع، وكانت احسن ماده قدرت نعمر فيها كلشي هي التربيه الاسلاميه. والعربيه درت فيها غير داكشي اللي عرفت. من بعد هادشي كامل مشيت للدار وانا خايف. داز الوقت وعرفت بلي ان النتائج يخرجوا. كنت مخلوع الصراحه، ولكن الحمد لله لقيت عندي 10.38. دوك المواد اللي ما قريتش وما يخلوني نجيب هاد النقطه، اما كنت نقدر نجيب كثر. والنقط اللي لقيت عندي هما 5 في الاجتماعيات، و18 في التربيه الاسلاميه، و11 في العربيه، و9 في الفرنسيه. انا عارف بلي كنت نقدر نجيب كثر، ولكن الحمد لله على كل حال. هذه هي القصه ديالي، كنتمنى تاخذوها عبره وما عمرك تقول مشى الحال. ما حتى الامتحان ماشي غدا فراه باقي عليك الحال، وغتجيب ديك النقطه اللي انت باغي ان شاء الله. المهم اخوتي، الى عجبكم الفيديو ما تنساوناش بواحد اللايك، وخلي معك واحد كومونتير زوين، ودير ابوني للقناه، واللي ينجحكم كامل.